خليني اقول لك على بعض الاخطاء اللي ممكن تعملها هتوديك في حته مش حلوه في موضوع تنظيف الاسنان ده. هي هتبان حاجات صغيره لكنها مهمه قوي. اول حاجه تنظيف الاسنان بطريقه عنيفه، ده مش هتكسب منه غير ضعف في طبقه المينا وانك تلهب اللثه او تعورها. واحنا سبق ووضحنا ده على القناه معانا ان تنظيف الاسنان بيكون بطريقه دائريه بسيطه ومش عنيفه خالص. وطبعا استخدام فرشه قديمه، انت لازم تبقى الفرشه جديده ومتغيره كل 3 شهور، ما تكونش شعيراتها باظت وكفاءتها قليله. ما تنساش تنظف الاماكن اللي جوه في الفم زي الضروس اللي جوه، وتنظفها من جوه، اللسان من جوه، الاسنان الاماميه من ناحيه سقف الحلق ومن ناحيه تحت اللسان. الاماكن دي مهم جدا جدا انك تهتم بيها وتنظفها كويس، بل هي اولى في التنظيف، لان الاماكن دي كل ما زاد صعوبه الوصول ليها ده معناه انها بتراكم اكل اكتر او بتعمل مشاكل اكتر.